عمرك قمت من على السرير بسرعة وفجأة الدنيا لفت بيك وحسيت إنك هتقع؟ الموضوع ده كلنا جربناه. بس يا ترى إيه اللي بيحصل في جسمنا عشان نحس بالدوخة دي؟ النهاردة هنفهم السر العملي ورا الموضوع ده، واللي اسمه الطبي هبوط الضغط الانتصابي. لما تكون قاعد أو نايم الضغط بيبقى موزع في جسمك بشكل طبيعي، لكن أول ما بتقعد بسرعة الجاذبية بتسحب كمية كبيرة من الدم لتحت ناحية رجلك. ده بيخلي كمية الدم اللي رايحة للمخ تقل فجأة، والنتيجة المخ بيقولك الحق الأكسجين قليل، فتبدأ تحس بدوخة، عتمة في النظر، أو حتى عدم توازن. مش كل الناس بتحس بيها بنفس القوة، في عوامل بتخليها أوضح. لو كنت عطشان وجسمك ناقص سوائل، أو كنت قاعد فترة طويلة من غير حركة. وكمان الأطفال والشباب ممكن يحسوها أكتر عشان ضغط الدم عندهم بيبقى أقل من الكبار. معظم الوقت الموضوع مش خطير، بيعدي في ثواني، لكن لو بيحصل لك كتير جدا أو بيجي معاه إغماء كامل، هنا لازم تراجع دكتور، لأن ممكن يكون علامة على مشكلة في القلب أو ضغط في الدم أو الجهاز العصبي. وعشان تتجنب الدوخة دي، قوم من مكانك بهدوء خطوة بخطوة، اشرب مية كويس طول اليوم. لو قاعد فترة طويلة حاول تحرك رجليك أو تشد عضلاتك قبل ما تقوم. ولو بتاخد أدوية اسأل الدكتور لو هي السبب. الدوخة اللي بتحس بيها مش صدفة، دي رسالة من جسمك بيقولك اهدى، اديني وقت أظبط الدورة الدموية قبل ما تقوم. في المرة الجاية لما تقوم بسرعة وتحس إن الدنيا لفت بيك، افتكر ان ده جسمك بيحمي دماغك. واحنا في ما وراء الفكرة دايما نفكرك ان كل حاجة صغيرة بتحصل لك في وراها سر انت مش عارفه.